اخر حاجه عايز اتكلم فيها هو ملف بقى التحكيم في افريقيا. النادي الاهلي خلاص حصل على بطوله دوري ابطال افريقيا لهذا الموسم، لكن النادي الاهلي عمليه الظلم للنادي الاهلي في قصه التحكيم دي مش هتنتهي. فانا رايي الشخصي ورايي المتواضع ان النادي الاهلي لازم يعمل ملف كبير جدا يقدم الى الكاف ويقدم الى الاتحاد الدولي لكره القدم بمشاكل التحكيم الافريقي وما تعرض له النادي الاهلي في مباراه الذهاب ومباراه الاياب. مش معقوله يبقى في مشاكل كبيره جدا في التحكيم بالمنظر ده وتعمد. خلي بالك لما يبقى موجود فار وما يرجعش لبعض اللقطات اللي موجوده واللي تؤثر على رتم المباراه وتؤثر على نتيجه المباراه بشكل مباشر، يبقى هناك مشكله مع ملف التحكيم. يبقى النادي الاهلي وجهه نظري لازم يشوف حكام عالميين. الحكام اللي موجودين حاليا بيحكموا نهائي دوري ابطال اوروبا وافضل مجموعه حكام عالميين، وياخد رايهم في بعض اللقطات اللي كانت في مباراه الذهاب ومباراه العوده في نهائي دوري ابطال افريقيا، ويبدا يقدم للفيفا وللاتحاد الافريقي ليه الناس دي ما بتتحاسبش. طبعا بعد ما يتاكد من الاخطاء الجسيمه اللي حصلت يقدم للاتحاد الافريقي ليه الحكام دول ما تحاسبوش مباشره بعد نهايه هذه المباريات. الحكام دول المفروض بناء على هذه الاخطاء الجسيمه لو تم تاكيدها لازم ان هم يتوقفوا من التحكيم نهائي. يعني مش هقول يتوقفوا شهور ولا سنين، المفروض يتوقفوا من التحكيم الافريقي اللي بيتعمدوا اضاعه الحق وتغيير نتائج المباريات. الكلام ده كله النادي الاهلي يطالب بان هذه الحكام يتوقفوا تماما. النادي الاهلي ايضا يهدد بايقاف تجميده في بطوله افريقيا وبطوله السوبر الافريقي لو ظل التحكيم بهذا الشكل. ده منظوري وده رايي الشخصي المتواضع في ملف التحكيم الافريقي.